غلاء الاسعار. حنا كنقولوا لهاد الناس راه تا واحد ما بقى. السوق راه هبط شويه. السوق راه ماشي هبط، حتى فين هبط اخويا؟ هبط عليهم هما، حتى الناس راه كيقادوا لهم هما. حتى راه قلت لك خدامه ناصر بوريطه وزير الخارجيه اليوم هما كيقاد لهم، وخدام بالفتيت اللي دوا كيهبط. صافي نتوما فرضتوا علينا الديكتاتوريه، راه ديال الحكومه اللي قالت لك فري انها دارت هذاك الشيء اللي قالت. عاودتوا لنا التربيه، راه عاودتوا لنا التربيه. حنا كنوجهوا رساله للملك نصره الله واياده، والله يغلبوا على عديانه. حنا تنقولوا لكم خويا الملك هدر لنا على حقنا، خرج دير قرارات جذريه، خرج عطينا شي حلول. حنا كنفتخروا بالاسره العلويه، ولكن عطيني حل صاحبي، عطيني كميتان نشوفوا بعيني حي. واش فهمتيني؟ واش نتوما فرضتوا علينا الحرام؟ نعيشوا في الدار استفاده ونخلص عليه في داري تنموت بالحرام. فرضتوا علينا الحرام، الكريدي فرضتوا علينا، نتوما همشتونا. نتوما اليوم ماشي السوق خويا، ماشي السوق خاوي، راه مخير. انا ما تيعمرش قفه، راه قفه ما كيعمرهاش ب 50 درهم، ما كنا كنعمروا قفه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام أيها الجزائريين الأحرار، تحية إليكم، تحية تبونية بوتينية شنغريحية إلى كل الجزائريين الأحرار المدافعين على وطنهم. تحية إلى كل جزائري حر تسري في دماء الشهداء، دماء العربي بن مهيدي وأحمد زبانة وزيغود يوسف و لالا فاطمة نسومر. تحية إليكم أبناء الثورات، ثورة نوفمبر العظيم وثورة المقراني والحداد. أنتم أحرار الجزائر. مرحبا ومرحب بكم في قناتنا الثانية، قناة إسلام كمال إسلام الثانية باسم أرواح تشوف كلاشينكوف. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في عددنا نهار اليوم. تستمر الأزمة الغذائية في المروك. لما نقول الأزمة الغذائية ما تحسبنيش راني نحكي على اثيوبيا ولا إريتريا، ما رانيش نحكي على الموزمبيق ولا الصومال ولكن الأزمة الغذائية حقا موجودة في المروك. كيف ذلك؟ بعد الأزمات وبعد ما كان الشعب المروكي يعتقد أنه من الدول الغنية ويعتقد أنه من الدول الرائدة في مجال الزراعة والصناعة والآخر، الحكومة المروكية قاعدة تسوق الوهم إلى الشعب المروكي. لكن انصدم الشارع المروكي كما كنت قلت لكم في القناة الأولى، قناة إسلام كمال الإسلام. كنت خبرت أنه من وراء كأس العالم راح يكون حديث آخر وراح يكون كوارث أخرى كما راح نشوفوا في الفيديو. الشكايات تاع مواطنين حقا في المروك بداو يبكوا، ولاو يبكوا بالدمعة من أجل طرف الخبز. نعم، يبكوا بالدمعة من أجل طرف الخبز، وهذا أمر مؤسف للغاية. الله يفرج عليهم على كل حال. مالغري كانوا يضحكوا في واحد الكثير من الأحيان، كانوا يضحكوا. مطيشة كان يضحك على الجزائر وقع، لكن كموقف إنساني الله يفرج عليكم، الله يفرج عليكم. وتبعوا معنا أخوتي المشاهدين هذا المقطع اللي ممكن جدا أنه يرسل مولاه للحبس. نعم، لأنه في المروك ممنوع عليك تهدر، ممنوع عليك تتحدث، ممنوع عليك تريكلامي على الشيء اللي واقع لك. ولهذا ممكن جدا الأخ هذا راح يكون في الحبس وراح يسجنوه. لأنه علاش عبر كيما هكا رغم أنه على باله بلي قادر يسجنوه؟ لأنه يتمنى السجن. في المروك البشر ولاو يتمنون السجن. لماذا يتمنون السجن؟ لأنه في السجن راح يأكل وراح يشرب. للأسف الشديد هذا الشيء ما راحش توفر لهم في الحرية تاعهم. خوتي خواتاتي، بدون إطالة تبع معايا وقول الحمد لله على نعمة الجزائر، واعطونا آراءكم في التعليقات. ما تبخلوناش في التعليقات. اللي ماشي مشترك في القناة يشترك، لأنه معظم المشاهدين ما راهمش مشتركين باش يلحقوكم توجور جديد. تبع معايا. غلاء الاسعار. حنا كنقولوا لهاد الناس راه تا واحد ما بقى. السوق راه هبط شويه. السوق راه ماشي هبط، حتى فين هبط اخويا؟ هبط عليهم هما، حتى الناس راه كيقادوا لهم هما.
انت قلت لك خدام ناصر بوريطه وزير الخارجيه اليوم هما كيقاد لهم وخدام بالفتيت اللي دوا كيهبط صافي. نتوما فرضتوا علينا الديكتاتوريه، راه هذه الحكومه اللي قالت لك فري انها دارت هذاك الشيء اللي قالت. عاودتوا لنا التربيه، راه عاودتوا لنا التربيه. حنا كنوجهوا رساله للملك نصره الله واياده والله يغلبوا على عديانه. وحنا تنقولوا لكم خويا الملك هدر لنا على حقنا، خرج دير قرارات جذريه، خرج عطينا شي حلول. حنا كنفتخروا بالاسره العلويه ولكن عطيني حل صاحبي، عطيني كميتين نشوفوا بعيني حي. واش فهمتيني؟ واش نتوما فرضتوا علينا الحرام نعيشوا في الدار استفاده ونخلص عليه في داري تنموت بالحرام؟ فرضتوا علينا الحرام الكريدي، فرضتوا علينا. نتوما همشتونا. نتوما اليوم ماشي السوق خويا، ماشي السوق خاوي، راه مخير. انا ما تيعمرش قفه، راه قفه ما كيعمرهاش ب 50 درهم. ما غاتعمر كنا كنعمروا قفه راه ولات كتقام 350 400 درهم. لو كان بنادم شحال كاري، راه اللي مخير فينا كاري ب 1500 درهم هو كيتخلص ب 2200 ولا 2300 درهم. انت شحال غتشيط ليه؟ الترونسبور كيدير ليه 20 درهم اللي هي 60,000 فرانك في الشهر، والكراك 42. شحال غيبقى ليه؟ غتبقى ليه قلبه باش يشنق راسو؟ اشنو حنا ولينا كنديروا كما قال الخبز في دانون، ولينا كناكلوا الخبز والماء. وراه عباد الله راه حشومه عليكم، راه لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فانما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. عباد الله وانتم كرشكم تالين غادي توصل، وتالين شحال قدكم ما تعيشوا، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. شحال قدك ما تعيش، وكون كانت الدنيا دومكم دامت الانبياء والرسل. وفرعون كان كيقول لا وتوالم من ما دارش هو مشى. وعباد الله راه حشومه عليكم، راه حشومه. انتم شوفوا السوق وما الناس اش كتاخذ، الناس كتيمم على السلعه، ما بقاش يقدر بنادم يشري. حتى اش غيدير؟ وانت بنادم ولا كيشوف اصاحبي وشريو بيدي راه 35 درهم بنادم حاطه يشوفها في فيترينا كطيب بوحدها. وانتم شنو هو الحوت العيان داير 20 صندوق، حنا عندنا السردير داير 20 درهم 300 ريال 260. عيب اصاحبي. وفي البلاد ديال المغرب جوج بحوره بحر ابيض متوسط والمحيط الاطلسي وناكل الحوت ب 20 درهم 300 ريال اصاحبي. والسردين وانتم خليتونا السين والشين السردين اصاحبي والشرم. وعيب عليكم كبايله ما بقاش كتكون، كانت كتلاح وانت الناس كتشوفها. والمخير هنا ماشي ياكل الشقفه ما تيدخلهاش لولادو. اش هيتو لينا في هذه البلاد اصاحبي؟ انا كنوجهوا رساله لصناع القرار اصاحبي، جنود خفاء ديال الدوله حرق على بلادنا اصاحبي. حنا ما تنطلبوكمش باغيين حقنا. واش نتوما اصاحبي وزاره الثقافه ووزاره الرياضه كتعطي الملايير باش تنظم اصاحبي دوري ديال الكره ولا دوري ديال الموسيقى ولا دوري ديال شي حاجه، وانتوما اللي واخدين الربح. وفينا هما هاد الجمعيات، فينا من النقابات، انتوما اللي كيدوي كتهبطوه. وصلتونا لواحد الديكتاتوريه يا صاحبي. وكندرس البصري فارض علينا وفارض على والدينا، وانتم كان معاه الخير. والله يذكر حسن ثاني الله يرحمه والي الله، ومحمد السادس الله ينصرك والله يغلبك على عديانك. خرج لينا بحلول جذريه. حنا تقهرنا لما غنوجهوا الرساله. انت هو كل شيء، وزاره الدفاع انت كل شيء. ما عندناش وزاره الدفاع في المغرب وانت. حنا بغينا عبد الرحمن بوعيده هو اللي يكون رئيس الحكومه، كان لا بغي هو اللي بغينا يكون. واش انت بغيتي هذا اخ النوش يبقى يشفر فيا 5 سنين غادي يخرج؟ اشنو غلط ديال وحدين اللي هما مكلخين. صوتوا على الوطني للاشرار ماشي للاحرار، صوتوا عليهم. قال لك نعاود لكم التربيه وعاودتي لينا التربيه بديتي بينا حنا الاولين. واش حنا 40 مليون نسمه 10 حاضيه 10 و10 عايده بخير، 10 حاضيه 10 20 و10 عايشه بخير، و10 كتشد في الحبس وكتخرج لبرا كتموت في البحر. وشكون تسوق ليها صاحبي؟ حشومه صاحبي. تالين وكيل فيكم. حنا بغا غنموتوا على بلادنا وباغي حقنا. الحق تيتخدى ما تيتعطاش. فرضتوا علينا الاستفاده. واش اللحم ب 100 درهم؟ واش اللحم كيطيب بوحدو ب 100 درهم؟ غيطيب بوحدو. غتزاد في يد العانه اللي وكلتو لولادي. واش انا ولادي اش غندخل لهم 1000 ريال؟ اش غندير بها؟ ليكوش حليب ماء ضوء اش غنخلص بها؟ انا ما تنطلبوش. حنا خدامين مكرفسين باش نوكلوا لولادنا الحلال، ما بغيناش نمشيو للحرام. واش بنادم كيبيع نص 25 جوج طروفه ولا نص 25 كيتغيبوا بعامين ديال الحبس، وواحد تيصفر لينا في الثروات 30 مليار. اقلوش كتعطي مقالع الرمال لما كتعطيهم. السمعدونيه ديال السيد البحري شكون اللي كياخذهم؟ مناجم ديال الذهب شكون اللي كياخذ الاستفاده منهم؟ حيدوا الدعم عليكم نتوما، فرضوا عليكم الضرائب نتوما وخلصوا من البوفري، ما تفرضوش على البوفري وتخلصوا نتوما. جوج الناس قدامين قلت لكم هو ناصر بوعيده وزير الخارجيه وهادي واش كينوخ على الفتيت صافي خدام المخزن. وهادي حنا كنطالبوا بان عبد الرحمن بوعيده هو اللي يولي رئيس الحكومه. تحداكم كاملين، قال لكم عطيوني شي واحد عمرو، قال لي عطاني شي حاجه رشوه ولا كتب لي شي حاجه غير قانونيه. هذاك السيد حاربتوه بشتى الطرق. حنا بغينا واحد يعطينا نموذج. على من غنصوتوا وعلى من عباد الله؟ والدوله كتقام على 4 اسس صاحبي. وحقي في التمدروس، حقي
حقي في السكن، حقي في التطبيب، وحقي في الشغل، والدوله كتخام على 4 والعمل هو 5. علاش ما تخدموناش؟ واش بغيتي الدوله توقف 4 الحوايج؟ شوف الدول الراقيه، شوف الدول. حنا من الطبقه الثالثه، او حنا من الدول الناشئه في افريقيا، ولينا من الدول الناشئه والدول الرائده في افريقيا. حنا ولينا الثانيين والثالثين في تصدير السيارات اللي ما كتصدرهاش فرنسا، حنا من بعد تركيا. وعلاش فينا هما الفلوس ديالنا؟ وانت جوج بحوره وناكل السردين ب 300 ما يمكنش، ناكل السردين ب 400. انا راه كندوي باغي نبكي، ولكن لما كنبكي والله عزيز كفوفنا، كنسعوا الله وكنطلبوا الله. حنا بغيناكم عطونا حقنا، ما تنطلبوكمش. واش نتوما كتمشيو للمجال القروي وكتعطيو دري صغير شكاره حامل فيها اشهار ديال الجمهور اللي شافوا يعرفوا راه ديال الجمعيه باينه، كديروا اشهار حتى الفلوس فين كتمشي يا عباد الله؟ كتهربوا من بنما وسويسرا. عمر شي وزير وقفتوه، عمر وزير كتحيدوا من وزير الشغل كديروا في وزاره التعليم، كتحيدوا من وزاره التعليم كديروا وزاره الصحه، كتحيدوا من هنا وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه. خويا غنبقاو نهضروا، غنوليو في مسجد المقدسات، وغنوليو داخلين واحد المجال اخر، وغتوليو جايين لنا ديورنا وغتفرضوا عنا الديكتاتوريه ما عشناش، كنا كنسمعوا والدي وشفناها وعشناها. وعباد الله حنا ما باغيين والو، باغيين حقنا في هاد البلاد. حنا شنو عندنا البلاد؟ نديروا على الرجال. واش البلاد عندنا الفوسفات؟ وشحال ديال الاحتياطي؟ حنا الاولين في الفوسفات في العالم، حنا الاولين في الفوسفات في العالم. اكثر من 73% ديال الفوسفات اللي هو فوسفات من اليورانيوم. واش الفوسفات ماده خام تخصب اليورانيوم؟ حنا فينا وحقنا في الفوسفات، فينا وحقنا في الموارد ديال الخام ديال الدوله. موارد الخام فينا هما ديال الدوله. شكون؟ الدم فينا هو البحر اصاحبي. وحاربتونا بجميع الطرق، وتحيدوا الدعم لعباد الله. اش تحيدوا الدعم باش تشفروا نتوما؟ وحيدوا الدعم عليكم نتوما، حيدوا هذوك 40 مليار وحيدوا هادي وحيدوا هادي. وحنا عشنا وعارفين، حنا ولينا مخبين شو حالتنا كي دايره. ما تنطلبوش، كنسعوا الله وكنخدموا حلال على ولادنا. حنا رجال، حنا وحدين من الشعب اللي قرينا وما درنا والو. فهمتيني؟ نتوما اللي خرجتونا هنا، نتوما اللي خرجتوا الشباب الصريح. في الأخير إخواني المشاهدين، الحمد لله على نعمة الجزائر، الحمد لله على هذا الوطن العظيم، الحمد لله على نعمة هاد الخيرات اللي راهي عايشة فيها الجزائر، هاد السلطة اللي رانا عايشين تحتها، وهاد القيادة اللي رانا عايشين تحتها، اللي راهي توفر لنا الأمن الغذائي والأمن الصناعي والأمن الثقافي والأمن التعليمي، التعليم مجاني، الصحة مجانية، المواد الغذائية متوفرة، السكنات مجانية لمن استطاع إليها سبيلا، سكنات المدعمة، سكنات بمختلف يعني الجزائر حط فيها رجلك وراح تعيش. مجرد جنسية جزائرية تكفيك أنك تعيش. منحة البطالة لمن ينتظر الشغل، إذا قلعوا لك مهنة البطالة راك خدمت ولا رايح تخدم. إذا قلعوا لك منحة البطالة يا راك تملك ثروة، يا راك تملك سيارة، يا راك تملك رأس مال. وهذا هو الشيء الممتع في الجزائر، والشيء اللي يبعث على الأمل. وتحية لكل الجزائريين الأحرار. ما تنسوش تعطونا آرائكم في التعليقات، ما تنسوش تعاونوا القناة باللايكات وتبارطاجي هذا الفيديو. ما تنسوش تاني الاشتراك، لأنه معظم المشاهدين ما راهمش من المشتركين في القناة. وتحياتي إليكم والسلام عليكم.